الأخ سليم أيضا من مصراتة ما زال له السؤال الثاني، يسأل عن التحاليل الطبية، يعني كالبول والبراز والأشياء النجسة توضع في قنينة قارورة، وهذه القارورة يكتب عليها اسم محمد مثلا، واحد اسمه محمد والواحد اسمه عبد الله، وهل يجوز أو لا يجوز؟ هو الأولى ألا يكتب. الأولى ما فيه تعبيد لله سبحانه وتعالى أو اسم الرسالة، الأولى ألا يكتب ويستعاض عنه بأرقام أو بعلامة. مثلا يجي يعتاد صاحب فن المختبرات يعتاد أن اسم محمد يدير حرف ميم، وأن اسم عبد الله مثلا يدير عبد فقط، وهكذا. هو الأفضل، هذا الأفضل. أما إذا خشي الإنسان من اختلاط هذه القارورات يعني بالتالي اختلاف النتيجة على المرضى ويعطى نتيجة مريض لآخر ونحوه، فلا بأس لو كتبها، لأن الأصل الظاهر الذي كتب عليه طاهر، والإنسان يعني يحمل النجاسة في باطنه، ولذلك قيل في القاعدة الفقهية: النجاسة إذا كانت في معدنها ليست مؤثرة. النجاسة إذا كانت في معدنها ليست مؤثرة. فرق الفقهاء بين من يحمل النجاسة في يده وبين ما هو في أمعائه. هذه لا شك أنه في المثانة بول، وأن في الأمعاء غائط، ومع ذلك نصلي ولا حرج علينا. لماذا؟ لأنها في معدنها، في مكانها المعتاد لها. ولا شك أن هذا الأفضل، هو علامة تغني. أفضل إذا أمكن صنعها دون أن يؤدي هذا إلى اختلاط القارورات واختلاط النتائج على المرضى، والله تعالى أعلم.